أستاذ سعيد تفضل يا الحبيب تفضل. شكرا أسعد، شكرا ياسر. تحياتي للإخوة والأخوات اللي في هذا المباشر كاملين بدون استثناء، 5100 واحد من أصدقاء والصديقات نتاع هذا اللايف. وأعتقد أن الآن التدخلات ديال الإخوة الجزائريين في هذا اللايف تثبت أمرا واحدا، تثبت أنهم في حيصبيص، ولا أتحدث عن الجزائريين. والله ولا فهمت أنا شخصيا مداخلاتهم اليوم لا ما شكيت، أنا شكيت في قواي العقلية، قلت معقول أنا إلى هذه الدرجة ما أفهم ولا في جملة مفيدة خالص، مختبطين يعني صح حيصبيص. نعم، هو الحيصبيص هو حاضر جدا في الموقف الرسمي نتاع الدولة نتاع النظام الجزائري. الآن النظام الجزائري في حيصبيص. لماذا؟ لأنه قبل يومين الذباب الإلكتروني نتاعو وبعض الرموز نتاع التواصل الاجتماعي تشوكروا، عبروا عن استئساد وتبوطلوا بمعنى البطولات الكرتونية، تكرتنوا ببطولات فارغة لمدة يومين، وراحوا يوهمون الجزائريين البسطاء بأنهم بصدد القيام بثورة في فرنسا، وبأنهم بصدد قلب فرنسا سافر على عافر. لكن منذ الصباح تبين لدى هذا النظام وأزلامه أنهم تورطوا في كارثة عظمى اسمها الاستغلال نتاع الخصوم السياسيين في فرنسا لهذه الفيديوهات المتشوكرة ليسيئوا إلى سمعة الجزائر والجزائريين، وذلك ما حدث. وهذه الإساءة إلى سمعة الجزائر والجزائريين لم تتم إلا بأيدي أبنائها. الإخوة الذين يتحدثون عن الدلائل بأن الجزائريين تورطوا في أحداث العنف والسرقة، أقول لهم يكفي أن صوفيا بن لمان البطلة المغوارة شيكورة الشواكير خرجت في فيديوهات، وآخر فيديو لها تتحدث عن اعتقال ابنتها. لاحظوا معي أنها ورطت ابنتها في اعتقال، وهي إلى حدود الآن تحت الحراسة النظرية للشرطة الفرنسية، ابنة صوفيا بن لمان. لماذا ابن عمي؟ ببساطة لأنها كانت تحمل في كيسها ماشي كيس، اش كيتسمى الصاك، اش كيتسمى الصاك ياسر؟ حقيبتها في حقيبتها في المحفظة كانت تحمل ابنة صوفيا بن لمان البطلة المغوارة التي تستأسد باسم الدولة العميقة الجزائرية عبر العالم في قطر وفي إيطاليا، وآخر خرجاتها كانت ذهبت إلى غامبيا عند قسمة أسعد هو الحكم ديال مباراة الجزائر الكاميرون، إذا كنت كتذكر هذا. ذهبت تبحث عنه في غامبيا، وهي الآن في فرنسا تخرج بابنتها وفي حقيبة ابنتها المفرقعات والكريموجين. اش كيتسمى الكريموجين ياسر؟ القنابل الحارقة والكريموجين وجدت في حقيبة ابنة صوفيا بن لمان. صوفيا بن لمان في تصريح لها لقناة العربية وهي قناة دولية، في تصريح لها بالعربية تقول وتهدد فرنسا بالحرف، تقول العدالة أو الخراب، تهدد بتخريب فرنسا. وهذه كما قلت صوت من أصوات النظام، زلمة من أزلام النظام، دون أن أتحدث عن خرجات أخرى وفيديوهات بالعشرات يتحدث أصحابها بكثير من الجرأة والغباء عن أنهم نجحوا في السطو ويستعرضون المسروقات، وجميعهم لن تجد من بينهم مغربيا واحدا ولا تونسيا واحدا. لذلك فهم الآن في حيصبيص. لماذا؟ لأنهم إن أنكروا وحاولوا توريط باقي المجتمعات وباقي الجنسيات بين مزدوجتين معهم، فلن يقول أحد أنهم أبطال، سيتجردوا من البطولة. وإن قالوا نحن أبطال تورطوا في أنهم لصوص ومخربون. لذلك أقول أنهم الآن
في فضيحة ما بعدها فضيحة. هل هم أبطال وبالتالي ستلصق بهم تهمة التخريب والسرقة، أم ليسوا كذلك وبالتالي أي يعني تجاوب إيجابي من السلطات الفرنسية نحو هذه المطالب فلن تحسب لهم، لن تحسب للجزائريين، بل ستحسب لباقي الجاليات بين مزدوجتين. لاحظوا معي كيف أن هذا النظام الغبي سقط في فخ غبائه، ويجب علينا، وهذه رسالة لكل الإخوة المغاربة 4800 صديق وصديقة في هذا اللايف، أكيد أن منهم على الأقل نصف مغربيات ومغاربة، أن لا يتورطوا في مثل هذه النقاشات بشكل يجعل المغاربة أو أحدا آخر يعني يلتصق بهذا السوء الذي لحق بالمظاهرات، ماشي المظاهرات، عفوا، المظاهر العنف والحرق والإحراق بعد المظاهرات. لكن دعني أؤكد أن المسيرة التي دعت إليها الشهيد، وأنا أسميه شهيدا، الله يرحمه والله يرزقه الجنة والله يرحم كاع المسلمين، نتاعو دعت إلى مسيرة بيضاء، وذا كما حصل مسيرة بمئات الآلاف من المتضامنين من مختلف الأشكال والأنواع والأديان والألوان ومختلف الفرنسيين بمختلف أصولهم، خرجوا يتضامنون بشكل سلمي، بشكل محترم، بشكل راقي جدا. لكن هذه المسيرة، بعد انتهاء هذه المسيرة بدأت عمليات التخريب والسرقة، وبالتالي هذه العمليات هي معزولة عن المسيرة الاستنكارية والتنديدية والمطالبة بالعدالة للطفل الشهيد. إذا لاحظوا معي أخي أيسر، أخي أسعد، نقول لك أيمن لاحظوا معي أخي أسعد أنه وجب التفريق بين مستويين: مستوى التظاهر السلمي الذي حضر فيه كل ذي قلب نبيل، كل ذي تعاطف إنساني بمختلف كما قلت الألوان والأديان والجنسيات والخلفيات والأصول، وبعد يعني بعد حلول الظلام عمليات السرقة والتخريب التي كما قلت تورطت فيها هذه المسخوطة. كنقول المسخوطة لأنه والله العظيم أنا لا أريد أن أورطها في شيء، ولكن يبدو أنها ستؤدي ثمن سبها ولعنها وتهجمها على المغرب والمغاربة، وذلك سيكون أقل ثمن ممكن أن تدفعه في هذا. شكرا ياسر، شكرا أيمن، شكرا الإخوة والأخوات، وتصبحون على خير. أسعد الله يزيد زاد الله في يمنك إن شاء الله، وجعلك من أصحاب اليمين، وجعلك من أصحاب اليمين. تحياتي أخي، تحياتي. الله يبارك فيك، وأعتقد أنها دعواتكم يا المغاربة بدأت تخرج فيهم يا أخي شدوا عيلكم. تحياتي لك أخي سعيد، تحية للأخ ياسر، تحية للجميع. سامحوني لقد أنا خلاص وصلت إلى الرمق الأخير، ونراكم إن شاء الله في لايفات أخرى.